مساء الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين تكات وصفات دندونه. رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب بكل خير وبركه. تيجوا نعمل مع بعض النهارده رز بلبن من عمايل تكات وصفات دندونه، هتاكلوا صابعكم وراه. يلا بينا نشوف المكونات، بس قبل ما نبدا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المكونات عندي كالتالي: عندي هنا كيلو حليب او كيلو ونص حليب زي ما تحبوا، انا حاطه كيلو ونص حليب. وعندي هنا كوبايه رز، وعندي معلقتين لبن بودره، وعندي معلقتين كريمه لباني، وظرف فانيليا، وعندي فصين مستكه. والسكر بقى على حسب بقى ما بتحبوا. انا حاطه هنا حوالي 3 معالق سكر، انتوا ممكن تزودوا زي ما انتوا حابين، يعني انا حاطه 3 معالق، انتوا ممكن تحطوا كوبايه. اول حاجه بقى هعملها ان انا هروح واخده معلقه سكر كده، واروح سايباها كده في قلب الحله بتاعتي اهو، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. خلاص اهي ابتدت تسيح معايا، هروح مديها بس تقليبه كده، وهنزل بفصين المستكه بتوعي، وهروح مقلباهم فيها كده يا دوبك، بس هتاخد لون مش اكتر. صدقوني بتدي طعم وحاجه كده بتبقى فوق الخيال. اهو بصوا، احنا مش هنحرق الكراميل بتاعتنا ولا اي حاجه اهي، هي بس يا دوبك هتسيح معايا، وهقول لكم هنعمل ايه. خلاص ساحت معايا، هروح نازله بالرز بتاعي. طبعا انا غاسله الرز بتاعي اهو، وهديها تقليبه كده حلوه كده، ياخد من نفس الطعم الكراميل بتاعتنا اهو كده. مش قادره اقول لكم بقى بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله على الريحه الجميله. وبعدين عندي هنا بقى ميه هبتدي انزل فيها، وهنسيب الرز بتاعنا الجميل دوت يستوي ويشرب الميه كده وينفش، وبعدين نشوف باقي الخطوات. شوفوا حبايبي بقى، خلاص اهو الرز استوى معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص هبتدي بقى انزل باللبن بتاعي اهو. طبعا هو باللبن الحليب بيبقى اطعم واحلى بكتير جدا جدا. وهقلبه كده. طبعا انا مش بحط فيه نشا، بعتمد على النشا اللي موجوده عندي في قلب الرز. وبعدين هروح نازله بمعلقتين اللبن البودره بتاعتي، ومعلقتين الكريم اللباني او الكريم جانتيه زي ما تحبوا، وادي السكر اوكي. وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده كده. بصوا يا حبايبي، خلاص اهو غلي معايا بسم الله ما شاء الله. بصوا ولا نقطة نشا. وبصوا الرز، بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. في الوقت ده بقى بنزل عندي هنا جوز هند، وعندي هنا زبيب اوكي. هديهم بس تقليبه كده قبل بس ايه ما اطفي النار. وعندي هنا مكسرات زي ما تحبي بقى، يعني انا هنا عندي مكسرات مشكله اهي هحطها. وخلاص كده تمام. هروح طافيه عليه، وبعدين هنزل بظرف الفانيليا بتاعتي اهو كله كده بسم الله، ونقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه بقى بسم الله ما شاء الله. هتاكلوا اطعم رز بلبن في الكون اهو. لو عندك قشطه ممكن تحطي قشطه، بس انا اكتفيت بالكريمه اللباني اللي انا حطيتها اهو مع اللبن البودره اهو. هغرفهم
ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي خلاص صبيتهم اهو. عندي بقى كريم شانتيه او كريمه لباني زي ما تحبوا اهو. انا هبتدي اغطي بيها وش الكاسات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو كده اهو. وبعدين عندي بقى ايه فراوله، هبتدي بقى احطها عليها كده بالشكل ده زي ما تحبوا. خلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كل اللي انا عملته ان انا عندي هنا مربى الكراميل اهو، بحط عليها معلقه كده مش اكتر اهو، بتوديلي بقى الطعم في حته تانية اهي. معلقه على كل كاس كده من الكاسات اهي، وبالهنا والشفا اللي هياكل اهو. وكده خلصنا اهو. بصوا بقى الجمال وصوص الكراميل او مربى الكراميل ديت، انا قبل كده عملتها موجوده عندي على الصفحه وعلى القناه تكات وصفات دندونه. بصوا هتاكلوا احلى رز بلبن في الكون. يلا بقى نشوف الجمال ده طعمه ايه وندوق بقى وصفتنا النهارده الرز باللبن اهو. وندوق بقى بسم الله. اسمحوا لي معلقه كمان. معلقه كمان. طعمه ما شاء الله جميل جدا. هستنى تعليقاتكم الجميله لما تجربوه كده وتقولي لي رايكم فيه ايه. ما تنسينيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن واعملوه. هتتشرفوا بيه قدام حبايبكم كلهم، هياكلوه وهينبهروا ويقولوا لكم الله ده طعمه جميل جدا، انت عملتيه ولا اشتريتيه من بره ولا ايه. بصوا هيبقوا واكلين يعني متحيرين منه. طعمه لذيذ جدا حلو جدا. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تنول اعجابكم. وانتظروني في فيديو جديد تكات وصفات دندونه. بحبكم في الله. باي باي.